لو انت من الناس اللي بتحب القهوه، فدول حاجتين من الحاجات الغريبه اللي القهوه بتعملهم في جسمك 90% من الناس ما بيكونوش عارفينهم، وده بعيدا عن فوائد القهوه اللي كلنا عارفينها، ولو قعدت ارصها لك من هنا لبكره مش هنخلص. فاتاكد قبل ما تكمل الفيديو انك تبعت الفيديو لاي حد عندك بيحب القهوه، او ما تنساش تمنشن له تحت في كومنت. بص، في الاول كده خلينا متفقين ان في واحده حلوه وفي واحده وحشه، فخلينا ابدا لك بالحاجه الوحشه عشان انهي لك بالحاجه الحلوه. الحاجه الوحشه ان كتر القهوه والكافيين بيعمل رعشه في الجفن بتاع العين، وده اللي بنسميه حاجه اسمها المايوكيم، مصطلح كده عام بيقولوا عليه الرفه بتاعت العين. ودي لو انت بتعاني منها دلوقتي فاعرف ان انت مكتر يا معلم في القهوه اللي انت بتشربها، ومع الوقت بتبدا تختفي، طبعا بعد ما تقلل جرعه الكافيين اللي انت ماشي عليها في اليوم. والرعشه بتاعت الجفن ليها اسباب ثانيه مختلفه، بس من اهمهم زي ما قلت لك الكافيين والقهوه. نيجي بقى للحاجه الثانيه الغريبه، وهي ان القهوه بتدخلك الحمام كتير. وهتقولي ازاي الحاجه دي حلوه؟ القهوه بتشتغل كمضر طبيعي للبول، يعني الناس اللي جسمها حابس ميه، او بمعنى اصح جسمها زايد بس مش زايد دهون، زايد ميه ومش عارفه تتخلص منها، ومش قادره مثلا تشرب ميه كتير او تشرب شاي الكرفس. بالمناسبه ده شاي الكرفس طعمه مش لطيف خالص، فبيبداوا يبدلوها بالقهوه، والقهوه بتخليهم يخشوا الحمام كتير. فلو انت من الناس اللي بقت تخش الحمام كتير في الايام اللي فاتت وانت مكتر جرعه الكافيين على الرغم من انك ما بتشربش كميه الميه اللي تدخلك الحمام ديت، فاعرف ان القهوه هي السبب، وهي ممكن تستغل دي لصالحك وتنزل الميه زياده في جسمك. وبس كده، دول حاجتين من الحاجات الغريبه اللي القهوه بتعملها في جسمك. فلو انت تعرف حاجه تانية من الحاجات الغريبه اللي القهوه بتعملها، فانا تحت في كومنت، وطبعا مش محتاج اوصيك اعمل فولو ولايك عشان تعرف معلومات اكتر عن صحتك.